الدفعة 18 من كلية الهندسة، الدفعة 17 من الكلية البحرية، بجانب عدد من الخريجين من الكليات الطبية، وهي الدفعات الثانية من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والدفعة الثالثة من كلية المختبرات الطبية. نبدأ هذا الاحتفال. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. تكبير. تهليل. سلام الجمهوري. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. تمام. الطابور جاهز للتفتيش. السيد رئيس الجمهورية. جنبان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نحن جند الله جند الوطن، إذانا بوصول السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة سيادة المشير عمر حسن أحمد البشير، والذي يتوجه الآن لتفتيش طابور المتخرجين في تقليد الراسخ للقوات المسلحة إنباء عن الجاهزية وتمام الاستعداد.
السيد العقيد الركن حيدر شرة قائد لواء الطلبة الحربيين بكلية الهندسة في فقرة تقديم المتفوقين. الطلبة الأوائل استعد. أول الكليات الطبية نمرة 79 36 طالب حربي أحمد مصطفى. طالب حربي أحمد مصطفى أول كلية الطب، وقد قلده سيد رئيس الجمهورية سيف المجد وحسام البطولة، لأنه تميز على أقرانه فكان أولهم طالب حربي أحمد مصطفى. أول الدفعة 18 كلية الهندسة نمرة 95 93 طالب حربي مهاب محمد إبراهيم محمد. طالب حربي مهاب محمد إبراهيم محمد أول كلية الهندسة بجامعة كندي، وقد قلده السيد رئيس الجمهورية حسام النصري وسيف البطولة إذانا بتوشحه المركز المرموق. أول الدفعة 17 كلية الدراسات البحرية نمرة 109 03 طالب حربي علي عباس. طالب حربي بحري علي عباس. أول الدفعة 17 كلية الدراسات البحرية أيضا، وقد توشح بسيف المجد إذانا بتبويه المكان المرموق طالب حربي علي عباس. أول الدفعة 62 باء طلبت دولة الكويت الشقيقة نمرة 133 42 طالب حربي عبد الرحمن عياد سليمان العزمي. من الكويت الشقيقة طالب حربي عبد الرحمن عياد سليمان، وقد تفوق على أقرانه من الشقيقة الكويت فكان أولهم، وقد قلده السيد رئيس الجمهورية سيف النصري وحسام البطولة. أول الدفعة 39 فنيين نمرة 14 105 طالب حربي مبارك محمد خلف الله محمد. أول الدفعة 39 فنيين طالب حربي مبارك محمد خلف الله محمد، أيضا يتوشح بالسيف إذانا بتقلده أولا للدفعة 39 فنيين، وهو شرف لا يدانيه شرف.
حملوا سيوف العز في درب المهابة والخلود، بذلوا فاستحقوا شرف التفوق وانتشروا إهابه الجسور. ها هم يتهادون وقد نالوا ما صبوا إليه تفوقا بائنا كالشمس في رابعة نهار الجهد العسكري. الطلبة المتفوقين استعد. الطلبة المتفوقين من الكليات الطبية. أول كلية طب طالب حربي أحمد مصطفى. أول طب الأسنان طالب حربي خالد سيف الدين الفاضل إبراهيم. أول كلية الصيدلة طالب حربي محمد عمر القمر عبد الله. أول كلية المختبرات الطبية طالب حربي منتظر مختار الطيب. أول كلية تمريض طالب حربي سر الخادم يوسف عبد القادر الحليم. أول السلوك المواظبة طالب حربي عمر موسى بدر عمر. أول الرماية طالب حربي منير محمد الحسن أحمد. الطلبة المتفوقين من الدفعة 18 كلية الهندسة. أول الدفعة طالب حربي مهاب محمد إبراهيم محمد. أول كلية الحاسوب وتقنية المعلومات طالب حربي إبراهيم يعقوب إبراهيم أحمد. أول السلوك المواظبة طالب حربي محمد الطيب عبد الله حاج الأمين. أول علوم إسلامية طالب حربي علي بكر الحاج عبد الله. أول الرماية طالب حربي أحمد المعز محمد أحمد. أول أعمال الميدان طالب حربي الهندي عبد الله أحمد علي. الرياضي الأول طالب حربي محمد السيد النور عبد الله. الطلبة المتفوقين من الدفعة 17 كلية الدراسات البحرية. أول الدفعة طالب حربي علي عباس. أول علوم إسلامية طالب حربي مجتبى محمد أحمد بريمة. أول السلوك المواظبة طالب حربي الماحي عبد الله علم الهدى. أول الرماية طالب حربي محمد عبد القادر عبد الباقي الطيب. أول أعمال الميدان طالب حربي علي عباس. الرياضي الأول طالب حربي علي عباس. الطلبة المتفوقين من الدفعة 62 باء من دولة الكويت الشقيقة. أول الدفعة طالب حربي عبد الرحمن عياد سليمان العازمي. أول علوم إسلامية طالب حربي خالد سالم نصار العدواني. أول السلوك المواظبة طالب حربي خالد مسعيد لافي مسعيد العازمي. أول الرماية طالب حربي عثمان غالب عبد الله الهاجري. أول أعمال الميدان طالب حربي شاهين أحمد عباس الرئيس. الرياضي الأول طالب حربي عايد زيد عايد العازمي. ساروا قدما لينالوا التكريم اللائق في يوم عز فيه العطاء. اندلغ جهدهم في ميادين الشرف وباحات التدريب، فصدروا الاسماء بمداد المجد على حيث صبر الوقود. غدر الجد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. يغوص البحر من طلب اللآلي، ويحظى بالسيادة والنوالي. الآن سعادة اللواء الدكتور عبد الهادي عبد الله عثمان يتلو أمر التعيين. مدير إدارة الموارد البشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورية السودان، قرارات رئيس الجمهورية. قرار جمهوري رقم 116 سنة 2017
بتعيين طلبة حربيين ضباطا بالقوات المسلحة. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على توصية وزير الدفاع وعملا بأحكام المادة 15(1) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل 2013 أصدر القرار الآتي نصه: تعيين أولاً يعين الطلبة الحربيون الوارد أسماءهم بالجدول ألف ضباطاً بالقوات المسلحة كشف القوات البرية برتبة الملازم أول مهندس اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. ثانياً يعين الطلبة الحربيون الوارد أسماءهم بالجدول باء ضباطاً بالقوات المسلحة كشف القوات البحرية برتبة الملازم اعتباراً من 24/5/2016. ثالثاً يعين الطلبة الحربيون الوارد أسماءهم بجدول جيم ضباطاً بالقوات المسلحة كشف الخدمات المساعدة حسب الرتبة والتاريخ المبينان أمام كل منهم. رابعاً يكون المعينون بموجب هذا القرار تحت الاختبار لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. صدر تحت توقيعي في اليوم 15 من شهر جمادى الأول سنة 1438 هجرية الموافق اليوم 12 من فبراير 2017. المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية. الآن سعادة اللواء حقوقي منير علي إبراهيم مستشار السيد القائد الأعلى يتلو قرارات رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورية السودان. قرارات رئيس الجمهورية. قرار جمهوري رقم 117 لسنة 2017 بمنح وسام النيلين بعد الاطلاع على توصية وزير الدفاع وانطلاقا من العلاقات الأزلية بين جمهورية السودان ودولة الكويت وتثمينا للأدوار المتبادلة بين القوات المسلحة في البلدين واتساعا لمجالات التعاون في مختلف المسميات وتكريما للقوات المسلحة الكويتية في مناسبة الزيارة التاريخية لرئيس الأركان العامة للجيش الكويتي إلى السودان وعملا بأحكام المادة 5 من قانون الأوسمة والأنواط لسنة 1993 أصدر القرار الآتي: يمنح الفريق الركن محمد خالد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي وسام النيلين من الطبقة الأولى. صدر تحت توقيعي في اليوم 15 من شهر جمادى الأولى سنة 1438 للهجرة الموافق اليوم 12 من شهر فبراير سنة 2017. المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية. جمهورية السودان. قرارات رئيس الجمهورية. قرار جمهوري رقم 115 لسنة 2017 بمنح وسام التفوق بعد الاطلاع على توصية وزير الدفاع وتقديرا لجهدهم وبذلهم وتكريما لمثابرتهم التي أثمرت عن إحرازهم للمراكز الأولى في الدفع 18 من كليتي الهندسة وعلوم الحاسوب و17 بحرية ومنسوبي الدول الشقيقة وحفزا لإخوانهم وعملا بأحكام المادة 5 من قانون الأوسمة والأنواط لسنة 1993 أصدر القرار الآتي: يمنح الطلبة الحربيون الواردة أسماءهم أدناه وسام التفوق من الطبقة الثالثة
وهم نمرة 95-93 طالب حربي مهاب محمد إبراهيم أحمد أول الدفعة 18 كلية الهندسة. نمرة 95-04 طالب حربي إبراهيم يعقوب إبراهيم أحمد أول الدفعة 18 علوم الحاسوب. نمرة 109-03 طالب بحري علي عباس أول الدفعة 17 بحرية. نمرة 133-42 طالب حربي عبد الرحمن عياد سليمان رويشد راشد العازمي أول الدفعة 62 با من دولة الكويت. نمرة 101-38 طالب حربي عبد الرحمن زكريا مادري عيد أول طلبة دولة تشاد. صدر تحت توقيعي في اليوم 15 من شهر جمادي الأولى سنة 1438 للهجرة، الموافق اليوم 12 من شهر فبراير سنة 2017. المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية. نحن الهادي ونحن الرائد، نحن ذخيرة ونحن موارد، نحن أمل للبلد الواحد، نحن الفجر طل صباحه، نحن الجيش. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يقلد الفريق الركن محمد خالد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي وسام النيلين من الطبقة الأولى. نحن الفجر طل صباحه، نحن الجيش العلم سلاحه، سلاح الماضي وهو نجاحه، به يناضل ويبدأ كفاحه عشان الكل في البلد يرتاحوا. طابور للغسم استعد. قسما سنحميها أرض جدودي بعزم الأسود، رجالا إذا ما سمعنا البروج تدافعنا شوقا لحمل السلاح وخوذ الحديد. ذرا نبتغيها صعود الجبال بعزم الرجال، تكون المنايا بشارات خير إذا ما صبرنا لفجر جديد. سلاما.
المقدم حقوقي ركن فيصل البشير أحمد البشير، المستشار القانوني للكلية الحربية لتلقين قسم الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتي لله والوطن وخدمة الشعب في صدق وأمانة وأن أكرس وقتي وطاقتي طوال مدة خدمتي لتنفيذ الواجبات الملغاة على عاتقي بموجب الدستور وقانون القوات المسلحة أو أي قانون آخر أو أي لوائح سارية المفعول وأن أنفذ أي أمر مشروع يصدر إلي من ضابط الأعلى برا أو بحرا أو جوا وأن أبذل قصارى جهدي لتنفيذه حتى لو أدى ذلك للتضحية بحياتي والله على ما أقول شهيد. ها هم يتباعدون بعد أن اقتربوا على نحو هندسي فريد، يشكلون الهرم البنيان المصوص وقد أدوا قسم الولاء. الهرم الذي يرمز لأعلق حضارة عرفتها البشرية. وقد دلت الحفريات أن حضارة السودان من أقدم الحضارات البشرية. لهذا حق لهؤلاء الطلاب المتخرجين أن يفخروا بعزهم الدليل ومجدهم الآثم، سودانهم الممتد أرضا والمتمدد عزا وكرامة، سودان البطولات والمروءات. أدوا قسم الولاء لله والوطن وطاعته للأمر فيما يرضي الله ودين، وقد تحللوا بذلك عن كل انتماء سواهما، وتصدوا للأمانة بحقها ومستحقها، وبذلك قد استوفوا كل مطلوبات الفداء في جيوب العز والشرف المروم. هم أولئك يستعرضون القوة في مشهد يكرهها الله ورسوله إلا في هذا المقام، فطوبى لهم. ولله در العاملين لأجل دين الله في ليل الخطب، القابضين على زناد الحق دحر للفلول. السيد رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، السودان، الكويت تشاد لوحة سريالية ترسم معالم أمتنا العربية والإسلامية من المحيط إلى الخليج قوة ومنعة وعزة.
والقوات المسلحة السودانية تفتح ذراعيها للأشقاء أبواباً للبذل والعطاء، اعتصاماً بحبل الله المتين وتواثقاً على الخير والسلام والأمن والاستقرار. الكلمة الآن للسيد وزير الدفاع سعادة الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أخرجنا من ظلمات الأنفس وضلالات الجهل وفاسد الاعتقاد، وعلى آله وصحبه وسلم. فخامة السيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر حسن أحمد البشير، ضيفنا الكريم سعادة الفريق ركن خالد محمد الخضر، السيد رئيس الأركان العامة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي والوفد المرافق له والأسر الكويتية الكريمة، الأخ رئيس الأركان المشتركة وقادة القوات المسلحة، الأخ مدير عام جهاز الأمن والمخابرات وقادة الجهاز، الأخ مدير عام الشرطة وقادة الشرطة، الأخ والي الخرطوم وقادة العمل السياسي، الأخ وزير الدولة بوزارة التعليم والبحث العلمي، السادة السفراء والملحقين العسكريين، الإخوة الحضور جميعاً، الأخ مدير جامعة كرري ونائبه والوكيل وأعضاء هيئة التدريس وضباط صف وجنود الكليات العسكرية، الضيوف الكرام والأسر الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والتحية للشهداء الحق والواجب، والتحية للشهيد الزبير وصحبه في ذكراهم اليوم 12 فبراير، والتحية للجرحى والمصابين. سيد الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، الأسر الكريمة، الإخوة رفقاء الدرب والسلاح، نسعد اليوم بتخريج 468 من الضباط في جامعة كرري بتخصصات مختلفة، ضمنهم 46 ضابط من دولة الكويت الشقيقة الدفعة 62 وأربعة ضباط من جمهورية تشاد الشقيقة. لقد تشرب المتخرجون قيما أصلية من منابع العقيدة وتراب الوطن بعد أن تزودوا بالمعارف المختلفة لينصهروا في بوتقة واحدة هي الجندية، بعد أن توشحوا شرفها، لا جهوية ولا قبلية ولا انحياز لغير الجيش، دون ما حرج أو تحرج أو إحراج، لا تمييز ولا تمايز، الكل يرفع التحية والكل يقف انتباه ويهتف تحيا القوات المسلحة، تلك التي ظلت تتصدى ولم تنفك لأصحاب الأجندة الخارجية وأصحاب الأطروحات الأجنانية المتاجرين بقضايا الوطن لتبديد الإمكانيات وإهدار القدرات، ليتمكن الطامعون من هذا البلد وإذلال أهله ونهب موارده. لقد ظل السودان يؤمن بدوره في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في محيطه العربي والأفريقي، يتبادل المعارف والخبرات مع أولئك الأشقاء، ويؤكد دوما التزامه الأخلاقي تجاه الإنسانية وقضاياها اتساقا مع الجهود الدولية. لقد ظل السودان حين من الدهر يضيق عليه ويفرج عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان قدر القوات المسلحة أن تتحمل واجب الذود عن هذا الوطن ليوضع الجميع أمام التحديات التي يمر بها الإقليم والمنطقة وما نشاهده من إشعال الفتن وإزكاء الصراعات بين مكونات المجتمع الواحد والشعب الواحد. سيد الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة الحضور الكريم، إن حالة التوافق والحوار الوطني دفعت بعض الإخوة من الحركات المسلحة للاستجابة لذلك النداء، ونأمل من الذين لا يزالون يحملون السلاح الاستجابة للصوت العقلي، فأرض السودان تسع جميع سكانه وموارده وخيراته تكفي بإذن الله لأهله كلهم وضيوفهم،
ورغم ذلك نؤكد نحن في القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الأمن وقوات الدعم السريع بأننا لن نفرط في شبر من تراب الوطن، ولن تستباح بإذن الله أرضنا، ولن تسلب مواردنا، ولن ندع دما أو عرضا لينتهك حتى نهلك دون ذلك، إيمانا منا بضرورة سلامة الوطن وأمن المواطن. سيد الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة الحضور، الضيوف الكرام، الأسر الكريمة، يأتي هذا الاحتفال والقوات المسلحة قد خطت خطوات كبيرة في مجال مسيرة التحديث والتطوير وتوطين الصناعة والتقنية العسكرية والمدنية، وفي محاور مختلفة ومشروعات البنية التحتية، والاهتمام بالفرد بالخدمة والمعاش كأسبقية أولى ليكون مأكله وملبسه ومسكنه وعلاجه وحله ترحاله غاية نسعى لنصل بها لإرضاء المولى سبحانه وتعالى ولرضاء العاملين، وكل ذلك تحت رعاية مباشرة من السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي ما وجد سانحة إلا وأكد فيها دعمه ووقوفه مع القوات المسلحة وتوفير متطلباتها المادية والمعنوية لإكمال جاهزيتها لتحقيق الأمن والاستقرار. فالتحية والتقدير له منا جميعا، ثم التحية لأبناء القوات المسلحة والقوات الأخرى في مناطق الصراع وعلى اتساع أرض السودان وخارجه، والتحية لأهل المناطق الذين كانوا عونا لنا رغم ما يعانون، والتحية لأهل الإعلام والأقلام الوطنية الذين من فكوا يدافعون ويضمدون جراح هذا الوطن، والتحية لأهل السودان حاضرهم وغائبهم، والتحية لجامعة كرري ذلك الغرس الذي يؤتي أكله كل حين بإذن ربي، والتحية لأسرة الجامعة ممثلة في إدارتها وأساتذتها الأجلاء، وللسادة وضباط الصف والجنود في الكلية الحربية والكليات الأخرى، والتحية لأبنائنا المتخرجين، وأؤكد لهم إن الجندية شرف واحتراف واستعداد للتضحية والبذل والعطاء، ثم التواثق على قيم الخير والفضيلة. والجندية أيها الأبناء عز تفاخر به أبناؤها وتقنى لها منهم كثر، لم يخنها إلا خائن ولم يخرج عليها إلا منبوذ. فوصيتي لكم بمكارم الأخلاق وتقوى الله واحترام هذا الشعب الكريم الوفي، والانحياز للوطن، ثم الالتزام الصارم بالقانون واللوائح، واحترام النظم والإخلاص في العمل، والاهتمام المستمر بتطوير القدرات والمهارات الذاتية. وعليكم اكتساب المعارف التي تؤهل الفرد مستقبلاً في المسار المهني والاحترافي، ثم التهاني الخالصة نشارك بها الأسر الأفراح، فالشكر لهم وللأسر الكويتية على وجه الخصوص، والشكر لكم أيها الضيوف الكرام، وأخص بالشكر رئيس الأركان الكويت الأخ الفريق الركن محمد خالد الخضر، والشكر للسيد الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة باسمنا وباسمكم جميعا، الذي ظل لأكثر من نصف قرن في خدمة القوات المسلحة، يقف خلف كل إنجاز ويدفع ويدافع عن هذا الوطن تحقيقا لأمنه ورفاهية شعبه، يتمثل ويمتثل لقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم
ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ثم أختم بحمد الله حمدا نستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي عليك ثناء ولا شكرا، فلك الحمد ربي حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كنهه حصرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمر عين ها عمدين سيوم على وقت معجبين ميت يمين سيوم
جياشة، قصرا للكلام راس البلد جياشة، وقصرا للكلام ساس البلد جياشة، يعرفنا الدواس والغابة بالأحراشة، حقنا للدماء شان تنزرع حواشة، سكينا التفاوض بدينا من نيفاشة، مع السكن والفنادق ناس العمالة معاشة، خانوك يا وطن ما نحن خناك حاشا، بنجيب السلام ببندقية كلاشة، والدايرة التفاوض اللي جينا في فكاشة. ذرم نبتغيها صعود الجبال بعزم الرجال، تكون المنايا بشارات خير إذا ما صبرنا لفجر جديد. أتينا فرادى بشتى المشارق، أتينا فرادى بشتى المشارق، هنا اجتمعنا ودور العبادة قد علمتنا بأننا عبيدا لرب العباد، وفي الأرض سادة وفكر الحديد. أعلام وحداتي تمر الآن أمام المنصة باختلاف ألوانها واتساق نظاميها العالية وموروثاتها الباسخة، تمر أمام المنصة الآن وسيكسا من الأعلام الزاهية المجيدة ما بين النزوع والممنوع، وكلها فداء للوطن، تشكل لوحة من الجمال المعبر، وتحيي في النفوس صادق الانتماء والوعد الممتد اخضرارا لوطن آمن ومحروس بسواعد البناء. قسما سنمضي لا لن نحيد، جيش يحارب بشتى المضارب، وقود المعارك دوما نشارك، فعرب عرفنا وزنج وصفنا، بالسودان عز كريم شرفنا. سلام لربع هم للأخوة، ورمز العروبة سند وقوة، أتونا ضيوفا من أرض الكويت، فنحن الضيوف وهم أهل بيت، كذا قد عرفنا وذا ما رأيت، الخرطوم قلبي والروح الكويت. كرري شموخا بها كم نفاخر، إذا الباقي يوما أراد المجازر، وتلكم بطولة ماض وحاضر، ستركب حواء عمر وياسر، أسودا جحافل إذا لهمت بنا ذي الخطوب. لله در العاملين لأجل دين الله في ليل الخطوب، القابلين على زناد الحق دحرا للفلول، الواثقين الأتقياء الواهبين نفسا دون توجس، العاشقين تراب هذا الموطن المنسوج من دبل الذهب. أمتي وطن المبادئ إننا قسما سنحمل همنا هما بك، ولأجل سعدك يا بلادي قد دنت كل النجوم إليك بنور مشع، ونحن جندك والمسيرة باقية. جامعة كرري مجمع الكليات الطبية، مغفرا آخر وسهم على صدور الأعادي، بأياد تحمل رسالة الملائكة وتوزع الرحمة حيث يتغازم العطاء في سوق الفداء. ها هي موسيقى قوات الشعب المسلحة، إنها وقت من الغروب، إنها الحماس الرياضية، يغنوا المارش العسكري السوداني المعروف، يمثلون وراء الرجال، وهم يراقبون حركتها ويرتلون أعذب الألحان، موسيقى القوات المسلحة. إدارة الموسيقات العسكرية من يضبطون إيقاع الكلمة وإيقاع الخطوة
بطيئة سريعة أم معتادة، فن وبيادة. احنا نفوسنا لكل المنام كلام يوم سواها ربي اداها اجمل خامه، نحن المبنى حاب الحاجه نخشى اللام ونحن نزول فوق عذابه زي الطامه. احنا العزله بقى عليها نرمي نحميكم نصقع بالسلاح ورد العدو نطميح نقطع راس نقطع ايد نطوف دميها اذا عازه ما بنقطع. احنا ما بدنا نتحول تجيب ونجينا في ساحة الدواس. قرب تعال قاتلنا يوم زغروب بناتنا المعظمة حملنا يا جبناه حي لا شمه ولا كملنا. يتم الآن تسليم العلم بين الدفعة المتخرجة والتي تليها، وهو تقليد عسكري ضارب في الرسوخ وليس محض تعهد باستلام بين الحضور، بقدر ما هو تول جسور لكل معاني التضحية والفداء. وبذا تكون الدفعات المتخرجة قد نقلت كل التقاليد في تراتيبية تحكي توارث القيم وتبادل الأجيال من لدن قوى دفاع السودان.
استلام العلم شرف ينسحب على كل الدفعة متولية القيادة على مستوى الكلية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على علمي وتقاليد كليتي، قسم تلي في حضور العلم وتلي في حضور الدفعات المتخرجة والتي تليها بحقه ومستحقه. تعطيها خطوة تنزيف للداخل جهدا بذلناها، لن ننسى اياما مضت عرقا سكبناها. هنا تزرف دموع الرجال لفراق ايام خلت من البذل والعطاء والدم والعرق، بذلت فيها قياده القوات المسلحه ممثله في الكليات الحربيه قاده وضباطا ومعلمين، بذلوا الجهد ولم يستبقوا شيئا. استقبلوا هؤلاء الأشاوس فتيانا دربوهم، أعطوهم عصارة التجارب، مكنوا روح الوطن منهم، علموهم كيف تكون المعاناة لتصنعوا رجالا يكتبون على هام الزمان أن الكلية الحربية لا تخرج إلا قادة، وقد شهد التاريخ لهم بذلك. ضابط تمام. 1 2 3
مشاهدينا في كل مكان، نقلنا إلى حضراتكم من الكلية الحربية السودانية بمنطقة وادي سيدنا حفل التخريج لعدد من الدفعات في المجالات الأكاديمية والعسكرية. وقد شرف هذا التخريج السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عمر البشير. إذا دفعة جديدة من أبناء هذا الوطن العظيم ينضمون إلى المؤسسة العسكرية خدمة وحفاظا على أمن هذا السودان السياسي، السودان الاقتصادي، السودان الاجتماعي. أعزائي المشاهدين من الكلية الحربية السودانية، هذه تحياتنا والوطن في حدقات العيون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالحالة نحن الوطن للحل فوق من الابتداء، لو قالوا مدفع به طيار فوق راس العدا، حاكم بربنا يا وطن أعداك نفني مقاصدها، يقول الإيران في البدن لك ما توتر الابتداء، حاكم بربنا يا وطن